اسكاليت في العربيه المعتمده رسميا في افلام الاكشن الامريكاني، وعند عصابات الجانج اللي هم العيال النجر السود دول اللي بيمشوا يرازوا في خلق الله، وعند الرابرز برضه اللي هم بيلبسوا سلاسل وجنازير ذهب، السلسله الواحده فيها 2 3 كيلو ذهب صافي، انه لو باعها هيفتح خط انتاج باسمه في شركه كاديلاك. وعشان الامريكان بيحبوا الاحجام الكبيره، فالعربيه دي تعتبر اس يو في فول سايز، او بالمعنى العربي عربيه ميكروباص 7 راكب. الميكروباص ده بيجي بموتور 6200 سي سي 8 سلندر على الحرف في سوبر تشارج. ليه سوبر تشارج بقى؟ عشان الامريكان ما بيعتمدوش التربو، هم ماسل كار وبتاع، فبيحبوا السوبر تشارج. الموتور ده بقى بيخرج 682 حصان و885 نيوتن متر عزم. بس على كده لا، وروحوا موصلنا بفتيس 10 نقلات عشان يبقى عندك سحب وجر ودفع على وضعهم. من بره بقى راح مدينا حبه ترويش وحبه كاميرات على وضعها، فوانيس ورا وقدام ليدات، جنوط 22 بوصه، فرامل بريمبو رياضيه، شكمانه 4 فتحه، عفشه كهرباء، علي ووطي ورقص العربيه على مزاجك. الامريكان يسكتوا على كده؟ لا، عشان هم برضه من هواة الفخامه، فمن جوه بقى روقوا على العربيه احلى ترويقه. فرش جلد بقى وخشب ابانوس وخشب طبيعي وكربون فايبر وكمالات اللي انت بتختارها، مش ده المهم. المهم ان العربيه فيها نظام صوت من اي كي جي ستوديو 36 سماعه دي جي متحرك يا باشا. والمميز اكتر بقى اللي هم عاملين شاشه عدادات وشاشه معلومات توتال مساحتها 38 بوصه اوليد، عدد البكسلات اللي فيها ضعفين عدد البكسلات في التلفزيون ال 4K. تخيل بقى مدى النقاوه والسطوع والجمال والالوان بتاعت الشاشه اللي في وشك دي. ودي الشاشه بتنفرد بيها شركه كاديلاك فقط. وطبعا حاطين على السايت بتاعهم الخامات اللي انت تنقيها في العربيه اللي انت عاوزها، تخش تنقي الكماليات وتعد فلوسك كاش وتجيلك العربيه. العربيه دي بتيجي بسعر بيبدا من 150 الف دولار، وانت طالع حسب الكمالات اللي انت بتطلبها.